هل فعلا التليفون المستعمل مخاطرة؟ ولا ممكن يبقى أذكى صفقة تعملها؟ في زمن الأسعار فيه مولعة، الاختيار الغلط ممكن يضيع فلوس، والاختيار الصح بيوفر عليك كتير. لو عايز تعرف تشتري ايه مستعمل وليه وبكام، يبقى أنت في المكان الصح. أهلا بيكم في قناة يوزد أب. معاكم أخوكم مصطفى الديب، بفضل الله خبرة أكتر من 3 سنين في سوق المستعمل. اتعلمت فيهم حاجات كتير عن التليفونات المستعملة. ممكن تفيد أي حد بيدور على تليفون مستعمل على قد فلوسه وإمكانياته. نسيت التليفون الحلو والوحش وشفت اللي بيتباع على إنه نقطة وهو في الحقيقة خردة. عارف إن في ناس كتيرة خايفة من التليفونات المستعملة، وعارف إن في ناس تانية مش عارفة هتشتري إيه مستعمل وسط الأسعار النار اللي موجودة والماركات الكتيرة اللي بمواصفات مختلفة. علشان كده إن شاء الله في قناة يوزد أب هنتكلم عن أهم مميزات وعيوب كل تليفون، وهل فعلا ينفع تشتريه في 2026 ولا لأ. ومش بس كده، هنعمل كمان مقارنة بين المستعمل والجديد علشان تبقى فاهم إمتى المستعمل هيكون اختيار ذكي وإمتى الجديد هيكون أحسن ليك. خليك فاكر، قبل ما تدفع فلوسك اسأل نفسك سؤال واحد بس: هل اللي هشتريه ده مناسب لاحتياجي ولا مجرد شكل؟ اختيارك الصح مش في أعلى مواصفات ولا في أرخص سعر، اختيارك الصح في الفهم. لو الكلام ده فرق معاك يبقى المكان ده مكانك. خليه دايما قريب منك عشان تفضل فاهم، مش ماشي ورا ترند. لو شايف إن حد من صحابك محتار ابعت له الفيديو، يمكن يوفر عليك قرار غلط. أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام.